خلصت اقساط عربيتك وفاكر انك هتخلص من تكلفه التامين التكميلي؟ لكن انا لازم انصحك، اوعى توقف تامين على عربيتك، لانه رغم المصاريف الزياده لكنها بتحميك من حاجات كتير هقولها لك في الفيديو ده. الاول لازم تعرف تفرق ما بين التامين الاجباري والتكميلي. التامين الاجباري شرط اساسي في مصر لترخيص العربيه، بيدفع في المرور مع الترخيص وبيغطي الاضرار اللي بتتسبب فيها عربيتك زي اصابات او وفاه اشخاص او اضرار ممتلكات لا قدر الله. التامين التكميلي ده اختياري او اضافي وبيحمي عربيتك لو عملت حادثه، وده بيكون اتفاق بينك وما بين الشركه وبيكون اسمه وثيقه بتحمي عربيتك في حاله الحوادث او السرقات او الحرائق، غير انها بتعوض الشخص اللي انت عملت معاه الحادثه بمبلغ اضافي غير التامين الاجباري. شركات التامين في الغالب بتاخد فلوس التعاقد مقدما، وفي شركات بتاخدها تقسيط لكن بيكون عليها فوائد. في الحوادث شركه التامين بتدي لك كارت بيكون عليه رقم بتتصل بيه، بينقل العربيه مجانا لحد مسافه 250 كيلو، وعلى حسب الوثيقه بتنقل عربيتك على التوكيل او مركز صيانه هم متعاقدين معاه، وبترجع لك العربيه جديده تماما. الوثيقه اللي انت اخترتها بيكون فيها حاجه اسمها نسبه تحمل، دي بتتفق عليها مع الشركه وهي بتحدد النسبه اللي انت هتدفعها في حاله الحوادث، وبتدفع لما عربيتك بتتصلح، ولو الحادثه كبيره شويه بيعوضك بفلوس عن قيمه العربيه، ده بحسب العقد اللي ما بينكم. الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي تختار شركه التامين على عربيتك وايه اللي لازم تاخد بالك منه وانت بتامن. لو مامن على عربيتك احكي لنا تجربتك في الكومنتس.